يلا بالراحه كده من غير ايوه بالراحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده في حلقة جديدة في قناة جوزي بابا. أنا بابا طبعا وإحنا مع صدى في الأرض. أنا بمشي عليك. نفسي وقعت. كل سنه وانت طيب، عامل ايه؟ أنا لسه بمشي. احنا هنا قاعدين جنبي، لقينا ايه النهارده؟ لقينا ايه؟ حته نعناع. شغالين شبكه. بتعمل والله شغال نظافه في الحوش، وعايز نسقي الشجرات دول ماتوا. لما تصبر من بعد المفطر. ما بعد المفطر هنزود من عندكم ميه نشوفه هو ونخليه نجيبك معانا. لا خليك تيجي يبقى دي العافيه عند الفتاح. الله ينور. كل سنه وانت طيب. الله ما يقطع لك عاده يا غالي. يا رب. اروح له معنا وابقى اجي لك. يمكن عزمز تسلم حبيبي، الله يخليك. تزرعين فجر هنا وجرجير؟ والله اول مره نشوفه. خلصت. طبعا هنا في البلد وفي اغلب القرى يعني دايما المنازل بتبقى ايه يعني كده ملاصقه للزرع. يعني تلاقي الزرع كده اخره منازل، هي حاجه جميله بصراحه، وبالذات اجمل لو ان الزرعه تبع البيت يعني، وده مش موجود في الكل. ولكن اغلب الناس اللي هنا بتبقى مستاجرين. يعني البيت ده مثلا مستاجر الزرعه اللي قدامه ده اذا سمحوا له، لا هم محتاجينها مش بيأجروها. وفي ناس بتجي حاجه ثانيه اسمه النظام الرهاني، ده نظام في الارض عندنا ان ممكن ياخد على الجراد ده ولا الجراتين دول 20,000 جنيه يرهنهم، لما يجيب ال 20,000 ياخد زرعته. في بعض الناس بتدفع منهم الاجاره السنويه عشان يحلل، وهي يعني لا تذكر. وفي ناس يعني الاجاره السنويه اللي في الدم توصل 10,000 يعني تقريبا او 12,000 على ما اسمع. يعني ممكن يكون اجاره الجراد في السنه 500 جنيه. يعني لو 3 جراريط او 4 جراريط هيعملوا 2000 جنيه في السنه. فلو واحد راهن ب 20,000 3 جراريط ولا 4 جراريط بيخصم لهم. في بعض الناس يقول لك لا ما نخصمش جنيه، يزرع فيها وياكل في خيرها وبتاع سنه 2 5 لحد ما ربنا ييسر الامر على صاحب الارض يجيب له الفلوس ياخد ارضه. فهنا في الرهاني في مقولتين يعني الله اعلم يعني اصحاب او اهل الراي واهل العلم واهل الدين يقولوا الحلال والحرام، لان احنا سمعنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام انه كان راهن تقريبا درعه عليه رحمه الله. فطبعا احنا برضه هنلجا لها الان، او لو في تعليق او حاجه تبين الحكم الشرعي نعرفوه في الرهن بتاع الارض. اما الاجاره فان يجي واحد يتاجر الارض دي بيتاجرها مثلا ب 8,000 جنيه الفدان، ب 10 ب 12، في مغالاه حاليا وصلت 14,000 الفدان. يعني ايجار الجراد في السنه يصل الى 500 او 600 ايجاره في السنه. ياخد موسمين زراعيين، يزرع برسيم زي كده، يزرع قمح زي اللي انتم شايفينه، ويزرع زرعيه ثانيه يعني ياخد 12 شهر. ده طبعا كله زرع قمح. وبرضك البيوت المتاخمه هنا بتلف حوالين الزراعه بالكامل. ده نظام القريه. اغلب القرى كده زراعه بتتخللها منازل، تلاقي المنازل كده داخله متخلله في الزرع. يعني هنا ده دخل مثلا لحد المسافه دي، ده داخل هنا، ده باني هنا، ده باني هنا، وبتنتشر الابنيه. هنا طبعا قنوات المياه وجمالها، جدول المياه بصراحه من الحاجات الجميله جدا، اللي هي بتروي الزرع. بتروي كل زرعه حسب الفتحه، في فتحه زي دي اللي هي الفتحه دي كده، هي دي اللي بنفتحها وبنسقي منها الزرع. حتى بيحطوا هنا شوال زي المحطوط ده، الشوال ده ممكن مليان طينه يتحط هنا يقفل القناه. لو الشوال ده زي الشوال اللي هنا ده يقفل القناه فبيسد الميه ويوقفها لحد هنا. لا الراجل ده عايز يسقي فبيكملوا له الميه لقدام، وهنمشي لحد ما نشوف سده. هنا طبعا اعمده الاناره والكهرباء ده الضغط العالي، وده موجود في اغلب المدن يعني او اغلب القرى، هو اللي بيوصل الكهرباء للمحولات الرئيسيه. ده اسمه الضغط العالي، ده بيموت طبعا. لكن سبحان الله الحمام او اليمام او الجمريه او الزرازير واقفه عليه ولا حياه لمن تنادي يعني. سبحانك يا رب. ولا مش شايف حاجه. هذا العمود وادي السلك، ايوه، وادي المفروض الحمام او اليمام. اللهم صل على النبي. هنا طبعا اللي بيعمل نظام جنينه صغيره، دي على فكره جنينه يعني هي ملحقه بالبيت اللي هو المبني، والجنينه دي زي ما انتم شايفين فيها شجر ليمون وجوافه وفيها من خيرات الله، يعني بيزرع الزرعه دي نفسه. هنا عامل تعريشه يحط فيها البوص او الشامل، لان بطلنا نشيل فوق البيوت وفوق المنازل الذره والجوالح، لان بتولع حريقه، ولو ولعت حريقه في اي مكان بيبقى سهل الاشتعال في البيت. فبدات الناس تيجي على رؤوس الزرع زي كده ويروح عامل التعريشه دي بالفلاج، ده فلاج النخيل، ويبتدي يكوم البوص، والفلاج دي بتسند البوص وهو بيقف لحد الاخر. السلام عليكم يا قط، كل سنه وانت طيب، اديه العافيه يا قط. هنا طبعا برضو جدول الميه ماشي، وادي قناه صغيره اهي بيعدي منها الميه، وهنا نفس الفتح وبنفس الطريقه المنازل ملحقه. هنا شغالين طبعا، وهنا الزرع، وموجود برضه كميه الزراعه دي،
وعاملين هنا نازلين هم بزرعتهم. وده بقية القمح. هنا برضو الجدول ده مية، ده كده جاي من مكنة تاني جاي بتسقي من الناحية الشرقية. هنا طبعا برضو أغلب الناس عاملة شجر وعاملة جنينة بعد البيت. يا شريف دي العافية. سلام. الله يخليك يا شريف. أخذ هنا المية بصراحة، منظر المية روعة فظيعة صراحة. هنا زقوا الزرعة دي وسدوا عليها أهو. وهنا طبعا المية ماشية معاك. ادي السدة اللي هم عاملينها، فالمية ما بتنزلش هنا، مش محتاج يسقي ده. دي كده عملية سقي الماء. المية تبقى ماشية وبتروي الحقول. هنا البيوت والمنازل آخر الزرع. طبعا كل واحد عامل برضو أغلب الأشجار اللي بيحتاجها، ليمون، جوافة، أي أنواع من أنواع الفاكهة. عامل خضرة فيها جرجير، فيها بقدونس، فيها فلفل، فيها الحاجات اللي بيحتاجها كأسرة كبيت. أغلب الناس بعد التوجيهات الجديدة وبعد اللي شفناه بدأت تزرع. الحمد لله انتشرت الخضرة وبدأت الناس تزرعها. وهنا طبعا برضو نفس السيل ونفس الشغل. ربنا يستر إن شاء الله يا رب. عم بغدادي يديه العافية، عامل ايه؟ الله يديك العافية. عامل ايه يا عم بغدادي؟ تمام الحمد لله. يستاهل الحمد، كل سنة وانت طيب. الله يديك العافية. اهلا علي، جاي لك يا بختي. عم بغدادي من الناس اللي هي بتحبنا وليها معزة كبيرة عندنا هنا في بوصة اهو زي ما احنا قلنا. تعمل ايه يا علي؟ هتعمل ايه؟ الله يديك العافية، كل سنة وانت طيب. لا الله ينور. ما عاملينش تحضيرها السنة دي. عاملينش تحضيرها. كانت جنينة دي يا علي. كانت جنينة فيها كل حاجة تتخيلها. والله الله يرحمك يا أفكار. ويرحم الحاج أحمد بن همام. بصراحة أنا حضرت الناس الكبيرة يعني، كنا في سنكم كنا نيجي مع الحاج القعدة كلها وأنت طيب. كنا نيجي مع الحاج القعدة كلها في الجنينة. كان صلاح يعلمنا رسم هنا، يرسم الشجرة دي، يرسمهم كثير الشجرات دول. الله يخلي لك يا رب، الله يرحم الجميع. كل سنة وانت طيب. سلم على عمتي ماشي، ليها قاعد. تسلم يمك. ده قصب، نزرع قصب. دي شجرة فاكهة. هنا نخيل. هنا برضه في شجرة توت. الزرع والخضرة من الحاجات اللي ربنا أكرمنا وحب فيها القرية، وفيها جمال السحر الرباني سبحان الله، وغنى من كل حاجة الحمد لله. هنا البلد واللي فيها. ربنا يا رب يستر إن شاء الله. يا رب يستر علينا وعليكم. بيت عبد الجواد السيد سفاري، المستشار علي عبد الجواد والأسرة الكريمة. وهنا طبعا الزرع اللي وراهم ملكم. فهنا من الحاجات الحلوة في البلد دي إن هو الزرع اللي هنا ملكم. وهنا طبعا بقية البلد ده بيت، وده هي البهايم والمواشي بتاعته، وده الزرع بالكامل. الزرعة دي كلها تبعه لحد ما كنت واقف أنا وعلي. علي طبعا ده غير المستشار علي. طبعا ربنا يسهل يا رب خير إن شاء الله. جميلة يا مصر. هنا ده الطريق الأسفلت بتاع البلد، وبرضه بيتخلى للزراعة ومش حد. ده البيت بتاعنا طبعا واضح. ده البيت احنا بدأنا نصل من خلال الطريق الزراعي، رايح ماشي من الزراعة. ده البيت.